السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة الفيديو بتاعنا معاناة يوم الجمعة في اللي يجيب الفطار. طبعا هنا كان زكريا قاعد بيلعب بالتليفون، براء قاعد بيلعب وكان خسران في اللعبة وحزين طبعا ان هو خسر. طبعا دي بقى ايه معاناة يوم الجمعة، اروح هات الفطار؟ لا مش هروح. تعالوا بقى خشوا شوفوا كده ايه معاناتي، وشوفوا العيال بيعملوا فيا ايه يوم الاجازة علشان ينزلوا يجيبوا الفطار ونجهزه. انا كل سبت بجيب. طب ماشي مش هروح. مين اللي هيروح يجيب الفطار؟ خلصونا عشان اقوم اجهز. ما اعرفش يا ماما، شوفي كريم. ها يا كريم. ماما انا بجيب كل سبت يا ماما. ها يا احمد. قولي بابا. وانا ما ينفعش يعني اخد انا القرار؟ خد انت القرار. ما ينفعش انتوا كده من نفسكم؟ طيب بلاش انا، ما ينفعش انتوا كده من نفسكم تحبوا تريحوني انا وابوكم؟ عشان انا مش كل مره كده، عشان كده هيبقى ظلم. بس ظلم ايه يا حبيبي؟ احنا بنحرمك من الاكل. ها يا احمد. انا ما قلتش تحرموني من الاكل. ما انت بتقول ظلم يا بابا. هو البتاع ده واقف ليه؟ انا اللي وقفته يا حبيبي. طب بتصوري ايه؟ مالكش دعوة يا حبيبي. يا ماما. على فكرة انا عندي استعداد، انا عندي اكل هنا يكفينا انا وابوك واخواتك الصغيرين. عندي استعداد اعمل كده. هو ليه يا ماما كل حاجه انا اللي بعملها؟ انا بكلمه هو. ما هو انت بتقول كل حاجة انا اللي بعملها وهو بيقول كل حاجة انا اللي بعملها. خلي شوفي مين اللي هيروح. انت اختاري. اختاري انت. اختار ايه؟ هو حد بدي؟ ايوه من يا اما تقول انت يا اما خلاص. والله العظيم لا اله الا الله. مين هيروح يا كريم؟ مين هيحب يريح امه انا ويكسب رضا امه؟ ما يا ريتك بتعرف تروح، كنت خليتك والله بعرف، والله انا عارف مكانها. من غير حلفان. اسألي كريم، انا رحت معاه. ماشي، ما عشان ما تعديش الطريق. بعرف اعديه. اختار انت. انا عايزاكم انتوا اللي يعني تحبوا تكسبوا رضا امكم وتريحوا امكم زي ما كنا احنا زمان بنعمل كده، يعني إيه؟ بنتسابق على اللي يرضى امه ويرضى ابوه. هات يا ماما. هات. امم اه. كريم قال لي كانت انا. ما هيجي بكره كريم هيقول لك انا اللي جبت امبارح. ماشي بختار لما اجي انا اروح. والله هنفضل متذنبين لسيادة حضرتك لما تيجي من الدرس عشان انت بتصحى الساعة 10. مين قال لك ان احنا بنصحى الساعة 10؟ بتصحى انت. اول ما بيفتحوا عينيهم بيقولوا احنا جعانين. ليه ما بيكونوش واكلين بالليل؟ واحد صاحبنا دلوقتي لسه واكل، اول واحد اول ما جاب العيش قال انا جعان. طب ماشي، بص انا قعدت قد ايه صاحي؟ لا اله الا الله. ما هم انت قعدت برضه ساعتين. حضرتك بتجيلنا الساعة كام؟ انا قعدت ساعتين. وبعدين زكريا بيبقى وراه درس برضه، عايزه اخلص افطره بدري قبل ميعاد الدرس. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه كريم الا قال لي بالله. كمان هروح اجيب. طب هو ليه مش شغال؟ انا اللي موطيه الصوت. وبكره لا لا. فين تليفون بابا؟ محدش هياخده. انت مال؟ في جناب مش تليفون. لا تليفون. والله صح على بكره. ماشي. ما بيني لو اداهم. ماما. ها سيبوا الايه تمسكوا التليفون بابا. ده خفيف خالص. البس واحد تحته. ما تدينا الفلوس. هات الفلوس من جوه من على الميكروويف. لا على الفرن، على الفرن. يلا. انا عاوز التلينج كده على بعضيه. وطبعا بعد المعاناة واللي نزل يجيب لنا الفطار، طبعا احنا يا جماعة بنحب يوم الجمعة نفطر فول وطعمية والاشياء الجميلة دي، فطبعا لازم انزلهم يجيبوا من تحت. ده بقى كان الفطار.
الفول الطعمية، طبعا عاملة طبقين فول لطبق محوج بزيت الحار وكده والطحينة، وطبق بالطماطم. وده بقى كان فطرنا ليوم الجمعة. طبعا البصل والجرجير طبعا يا جماعة كان فطرنا ده بعد الصلاة، عشان ايه في بصل، عارفين طبعا ان ما ينفعش اللي ياكل بصل يدخل الجامع زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك.